صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان. عمركم سألتوا نفسكم ليه بنقول على الناس اللي بتقول واتس وفيس على الفيسبوك والواتساب بيئة، بينما الناس اللي بتقول اب أو ماك على الابليكيشن أو على الماكنتوش ناس نظيفة؟ مع إن ده اختصر الكلام وده اختصر الكلام. المشكلة هنا، المشكلة في حاجة بتتعمل اسمها فريمينج، التقطير أو وضع إطار. إن أنا بحط إطار حوالين الحاجة، حضرتك أول لما تشوفها تيجي في دماغك perception أو concept أو مفهوم معين. فريمينج ده بيتعمل على مدى سنين وبالزن زن. الفريمينج هنا حاجة اسمها عقدة الخواجة، بمعنى إن أي حاجة أي حد أجنبي أو بشعار أصفر وعين زرق يقولها تبقى كلاس وشيك، بينما اي حد ابن بلد يقولها تبقى بيئة. انا اتعاملت مع اجانب كتير وعشت بره. خلي بالك ان دايما اي حد بيتكلم انجليزي بلكنة عربية او مصرية، الاجانب نفسهم ما بيقولوش عليه بيئة، بالعكس هما بيحترموا انك بتعرف تتكلم لغة تانية غير لغتك وهو ما بيعرفش يتكلم لغتك. بينما لما واحد اجنبي يتكلم عربي بلكنة اجنبي نبقى مبسوطين بيه وسعداء بيه جدا ويا حبيبي ومش عارف ايه. هو ده الفريمينج، هو الفريمينج ده اللي عمل لك عقدة الخواجة. ان حاجة جاي، اي حاجة جاية من بره نظيفة وشيك، اي حاجة الاجانب بيعملوها لازم نعملها. الاجانب بياكلوا بالشوكة والسكينة وما بياكلوش بايديهم، يبقى اللي بياكل بايديه ده بيئة. يعني مع انك ممكن تاكل بايديك بنظافة وكل حاجة وما تبقاش بيئة. فالفريمينج اللي معمول لك في حياتك ان انت تقلد الغرب بكل غباء، اسف في الكلمة دي، بكل غباء. معمول لك اطار ان اي حاجة تجيلك من بره هو ده التحرر، هو ده الثقافة، هو ده التحضر. واي حاجة تجيلك بلكنة عربية او مصرية دي قمة التخلف. نبتدي بقى الفريمينج ده يبدأ بحاجة صغيرة زي فيس وواتس، ويخش الحاجة أكبر زي الموضة واللبس، ويخش الحاجة أكبر وأكبر زي المساكنة والمثلية اللي هي الشذوذ، وإنك تشرب مشروبات كحولية، ويبقى هو ده التحرر. خلي بالك دايما من كلمة الفريمينج، وأشهر قوة ناعمة بتعمل لك الفريمينج دي في حياتك هي هوليوود والأفلام الأمريكاني. ما تاخدش ثقافتك ودينك من أفلام، وخليك فخور بأصلك. صباح السعادة.